النهاردة هتكلم عن أتعلم من صورة ديزاين. خليكم معانا وتابعونا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن ازاي أحلل الديزاين اللي قدامي، سواء صورة، سواء أنا في مكان ريستورانت مثلا، انا بزور حد من قرايبي او حد بيعرض عليا تصميم. حلل التصميم دوت بحيث ان انا اتعلم منه او انقده. تمام. طيب التصميم عندي بيتكون من ايه؟ يعني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، ده ريسبشن بتاع فيلا او دوبلكس. تمام. انا هبدأ ابص على الارضية، اختياره للارضية. هو مختار ارضية، ده ممكن يبقى خشب او ممكن يبقى HDF. تمام. او ممكن يبقى بورسلين بشكل خشب. طيب هل ده ملائم للمكان؟ انا شايفة ان هو ملائم. تمام. طيب هو عامل ايه تاني؟ هو عامل ديزاين للسيلينج، هو عامل جزء نازل منه بندنت، وعامل زي بانوهين، وعامل جزء اندايركت لايت، وحاطط فيه سبوتات. مش مكتر السبوتات، هو عامل سبوتات معقولة بحيث ان هي تدي مود لطيف وفي نفس الوقت ما تبقاش اوفر. طيب هو عامل ايه تاني؟ هو عامل كلادنج على الحيطان. ابدا ابص الحيطان عامل عليها ايه. والله هو عامل هنا كلادنج ماربل، وعامل زي ستريبس كده، جروفز بالدهانات، وعامل الحيطه التانية مثلا كلادنج خشب على حيطه السلم. حاطط اباليك، الاباليك اللي مستخدمها ماتشنج الالوان. هو شغال بجات، على شوية بنيهات خفيفة أو دارك براون. هو عامل جروفز بالبرس شكلها لطيف. هو عنده باب سلايدنج جرار، فهو عمل فيه برضو الهاندلز بتاعته برس. بدأ يحط الفرنتشر بتاعه ألوان البيجات مع الكافيه. السلم برضو مستخدم نفس اللون البيج. فده اللي أنا باخد بالي منه، باخد بالي من كل تفصيلة. أبدأ أبص هو هنا عامل إيه، اختياره للألوان، هو إزاي الأرض بترد على السقف. لازم لما باجي أعمل ديزاين في الأرض أخلي يبقى في علاقة وربط ما بين العناصر وبعضها. إيه العناصر بتاعتي لأي فراغ؟ أرض وسقف وحيطان. لازم أبقى مفكر في الثلاث حاجات دي مع بعض، وإزاي يبقوا ماتشنج مع بعضهم. تمام. طيب عندي برضو حاجة تانية ممكن ابص عليها. هنا مثلا ده برضو ريسبشن، نفس المود تقريبا، بس ده يعني luxurious اكتر. هو عامل ميرور في السيلينج، وعامل الارض تقريبا ده باركيه او انجينيرد وود 7 و8، وعامل كلادنج وميرورز، وعامل ميرورز على الحيطة ورادد بيها على السقف، وعامل برس في السيلينج، وحاطط زي ستريبس كده، ومستخدم سبوتس برضو الإضاءة فيها جولد. تمام. والبندنت أو التشاندلير اللي نازلة من السيلينج اللي عند النجفة الكبيرة، التشاندلير دي فيها برضو براس. ومستخدم برضو في الايتمز بتاعته كلها فيها براس مع البيجات. فهو استخدم جزء اللي هو البراس، وبدأ يوزعه كإليمنت في كل حتة في الديزاين بتاعه، سواء في اختياره لللايتنج، سواء اختياره في السيلينج، سواء في الكلادنج. هو بدأ يحط في كل حتة البراس بتاعه اللي هو مستخدمه، اللي هي الكالرز مود اللي هو شغال بيها. تمام. والاليمنتس بقى اللي هو شغال بيها، هو كمان شغال بالمرايات، فهو حط في السيلينج جزء tinted براون ميرور، وفي الوول كمان. تمام. والناحية التانية حاطط التي في، هو باين في الريفليكشن اهو ان هو حطه في الحيطة التانية. وبدأ يدي لون كمان يكسر البيجات مع البراس دي، فدخل لون النيفي بلو او دارك بلو مع البيجات اللي هو مستخدمها. تمام. ده التحليل اللي انا بتكلم عليه
الديزاين. اتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.